سالي أفو. شرحنا قبل كده مع بعض درس les articles définis أدوات المعرفة، وعرفنا إن أدوات المعرفة 4 وهم: لو تسبق الاسم المفرد المذكر، لا تسبق الاسم المفرد المؤنث، الأبوستروف تسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، واللي تسبق الاسم الجمع. وشرحناهم بالتفصيل وخدنا أمثلة عليهم. اليوم هنشرح مع بعض les articles définis contractés أدوات المعرفة المدغمة. لسه قايلين مع بعض دلوقتي أدوات المعرفة، ولكن هنعرف يعني إيه مدغمة. ولكن كالعادة قبل أن نبدأ درس اليوم لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك المزيد والجديد من الدروس. قبل ما نعرف يعني إيه مدغمة لازم نعرف بيدغموا مع مين. أدوات المعرفة الأربعة لو، لا، الأبوستروف، لي بيدغموا مع حرف الجر آه. إذن الآ زائد اللو بتصبح أو، الآ زائد اللا بتصبح ألا، آ زائد الأبوستروف بتصبح الأبوستروف، زائد اللي بتصبح أو. لازم نكون عارفين إن في أفعال في اللغة الفرنسية بتأخذ حرف الجر وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. زي فعل aller بمعنى يذهب إلى، فعل زي فعل participer معناه يشارك بس بيأخذ حرف الجر participer يشارك فيه. أمثلة بقى علشان نفهم، زي المثال اللي معانا je vais au lycée. أصل الجملة je vais au lycée، ولكن احنا لسه قايلين مع بعض ما ينفعش نكتب حرف الجر لوحده كده، ولا ينفع نكتب لو ليسي، لازم يحصل لهم ادغام. فالآ زائد اللو اما يحصل لهم ادغام هيصبحوا او. اذا الجملة الصحيحة هي je vais au lycée. الجملة دي جت ازاي؟ في اصلها فعل ألي مصرف في المضارع مع الجو. تاني حاجة احنا قايلين ان فعل ألي بيأخذ حرف الجر تالت حاجة انا عارفة ان كلمة ليسي مفرد مذكر فتأخذ أداة المعرفة لو. اذا الآ زائد اللو اما يحصل لهم ادغام هيصبحوا او. معنى الجملة انا اذهب الى المدرسة. تاني مثال معانا on va à la patinoire. اصل الجملة هي نفسها، لان احنا قلنا ان الآ زائد اللا زي ما هي ألا مش بتتغير. تاني حاجة فعل ألي مصرف في المضارع مع الأم. تالت حاجة كلمة باتنوار أنا عارفة إن هي مفرد مؤنث، إذا هتأخذ أداة المعرفة لا، فالآ زائد اللا هيصبحوا ألا. فالجملة النهائية on va à la patinoire، نفس الجملة مش هنغير حاجة، ومعناها نحن نذهب إلى التزلج. كلمة باتنوار مكان للتزلج. تالت مثال معانا لو مالاد فا à l'hôpital. طبعا فعل ألي مصرف في المضارع. تاني حاجة فعل ألي أخذ حرف الجر زي ما مكتوب. تالت حاجة كلمة هوبيتال بادئة بحرف متحرك فهتأخذ أداة المعرفة الأبوستروف. إذا الآ زائد الأبوستروف زي ما هي الأبوستروف مش هنغير حاجة. رابع مثال معانا on participe aux activités scolaires. أصل الجملة on participe les activités scolaires، لأن احنا قايلين إن فعل participer بيأخذ حرف الجر تاني حاجة إن كلمة activité جمع فهتأخذ أداة المعرفة ليه، ولكن هيحصل إدغام بين الآ واللي فتصبح أو. إذا الجملة الصحيحة on participe aux activités scolaires. ومعنى الجملة نحن نشارك في الأنشطة المدرسية. وبكده نكون شرحنا درس اليوم. الملخص إن لو الفعل عندي بيأخذ حرف الجر لازم يحصل له إدغام، ما ينفعش أكتبه زي ما هو كده. طيب بيحصل له إدغام مع مين؟ مع أدوات المعرفة الأربعة اللي احنا لسه قايلينهم لو، لا، الأبوستروف، ليه. طيب أداة المعرفة ما بتكونش مكتوبة، هعرفها منين؟ اللي بيحدد لي أداة المعرفة الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ اللو،
لو مفرد مؤنث هأخذ الله، لو مفرد بادئ بمتحرك هأخذ الأبوستروف، لو جمع هأخذ اللي. وزي ما قلنا إن الآ زائد اللو بتصبح أو، الآ زائد الله بتصبح ألا، الآ زائد الأبوستروف بتصبح الأبوستروف، الآ زائد اللي بتصبح أو. أتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. Merci à vous. Au revoir.